شوية عيش بلدي وسلطة طحينة ويلا ورايا هنعمل شوية سندوتشات كبدة بالردة خطيرة سهلة ولذيذة وطرية وطعمها تحفة. يلا بينا على التتبيلة. أول حاجة هحتاج معلقتين كبار من الخل، عليهم شوية من مية البصل أنا بحتفظ بيها في الفريزر لأي تتبيلة. عندي كمان معلقة كبيرة من عصير الليمون، ملح، فلفل، كمون، كزبرة، توم مفروم، ورشة صغيرة من القرفة، فلفل أخضر مفروم طبعا. واهم مكون عندي ربع كوبايه من اللبن، هتخلي الكبده طريه وتجنن وملهاش اي ريحه. قلبت التتبيله. عندي شرايح من الكبده البقري متقطعه رفيع، هنزل بيهم في التتبيله وهسيبهم من ربع ساعه لنص ساعه على حسب الوقت اللي انتوا حابينه لحد ما تتبل وتتشرب. خليط التغطيه بقى، عندي كوبايه من الرده، ربع كوبايه من البقسماط او الفيجيتار، نص كوبايه من الدقيق، ومعلقه صغيره مليانه من الملح. غلفتهم مع بعض. باخد شرايح الكبدة بعد ما اشيل اي بواقي للتتبيلة من عليها وبضغط عليها كويس جدا في خليط التغطية بالشكل ده. عندي طاسة فيها زيت سخن غزير، بنزل بشرايح الكبدة دقيقتين تقريبا على كل جنب لحد اما تحمر ونتأكد انها استوت. بنحمر كل الكمية بنفس الطريقة. جهزوا بقى سلطة الطحينة، شوية عيش بلدي وشوية جرجير، واعملوا احلى سندوتشات كبدة بالردة طرية وطعمها خطير. ما تنسوش تعملوا سيف وفولو. اشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة.